افتح واقفل براحتك. مفيش اي مدبغي في العالم يقدر يطلع الرسومات اللي على ظهر التمساح دوت بالالوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يا جماعة اللي يعرفني يعرفني واللي ما يعرفنيش، أنا اسمي أحمد شويبس، بنعمل فيديوهات على جميع منصات السوشيال ميديا. يلا بينا بقى نشوفوا النهاردة يعني التمساح والجلد الطبيعي، وأكبر حتة تمساح أنا دبغتها دباغة طبيعية 100%. وطبعا يا جماعة أي حد يعني مش متابعني من الأول وعايز يعرف يعني إيه دباغة طبيعية، يرجع للفيديوهات القديمة على اليوتيوب أو على أي منصة من منصات السوشيال ميديا، سواء كواي أو سواء تيك توك. أنا سايب لكم فيديوهات هناك كتير بتحكي عن الدباغة الطبيعية وإزاي إحنا هنشيل منتجات بعد كده بشكل وملمس الزاحف الحقيقي وكأنه حي لسه ما ماتش. يلا بينا نشوفوا أحلى حتة جلدة وأكبر حتة جلدة لحد النهارده نجاح بلا حدود دباغتها. والتمساح يعني اللي انا هوريه لكم دلوقتي قطعه فنيه فريده من نوعها، واول تمساح يتدبغ دباغه طبيعيه في العالم على شكله وملمسه الطبيعي وكأنه حي. تعالوا ننزلوا كده نشوفوا الجمال ده كله. شايفين يا جماعة؟ انا طبعا حاطه على المكتب. عايز اقول لكم المنظر، يعني شايفين ده الملمس الطبيعي بتاع التمساح. طبعا الرسومات والنقاشات بتاعة الرسمة على كل هرم بيبقى فيه رسمة غير التانية خالص زي ما انتوا شايفين. طبعا انا هفرده وهوريه لكم، بس انا بديكوا تفاصيل بس كده صغيرة، وهوريكم التمساح دوت قد ايه. التمساح ده يا جماعة 3 متر. شايفين المنظر يا جماعة عامل ازاي؟ شايفين جمال ربنا سبحانه وتعالى على شكله وملمسه الطبيعي وكأنه حي، وعلى رسمته اللي خلقها عليه ربنا. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. يعني دوت مثلا لو اتحنط يعني مفيش ناس هتصدق. شايفين يا جماعة؟ كل مربع من ده او كل حرشوفة من ديت عليها رسمة معينة ربنا سبحانه وتعالى خلقها في قلب التمساح. شايفين هنا؟ شايفين يا جماعة؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. حاجة يعني سبحان الله في خلقه، سبحان الله في خلقه. أول تمساح 3 متر يطلع دباغة طبيعية 100% على الرسومات والألوان اللي ربنا خلقها عليها. لأن احنا يا جماعة الدباغة الطبيعية ديت أي نعم احنا بنتعب فيها شوية زيادة، لكن بتخلي الجلد زي ما انت أو زي ما انت شايفة أو زي ما انت شايف أو أي حد بيتفرج عليا دلوقتي. احنا بنعمل الجلد الزواحف على شكله وملمسه الطبيعي وكأنه حي لسه ما ماتش. تعالوا بقى نتفرجوا على الدماغ زي ما انتوا شايفين ديت يا جماعة. الودن على فكرة، ادي الودن التانية، ودان التمساح. والعيون دي احجار عقيق علشان خاطر
ما تقشرش بعد كده او يحصل لها اي حاجة. زي ما حضراتكم شايفين هنا، اي تمساح بيتدبغ في مصر او بره مصر استحالة ان هو يفتح بقه ويقفله زي ده كده. بس احنا علشان دباغة طبيعية 100%، مفيش اي مواد كيماوية في قلب الدباغة بتاعتنا، فكل حاجة على طبيعتها وملمسها الطبيعي وكأنه حي. كف الايد بسم الله ما شاء الله، الحوافر بتاعته زي ما هي في ضوافره، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. لا احنا مش هنضيع بقى وقت كتير، احنا هنفرده على الارض ونوريكم مدى جمال التمساح. بس قبل ما افرده على الارض تعالوا نشوفوه قد ايه في الطول. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين يا جماعة؟ الله أكبر. تمساح 3 متر. شايفين؟ يلا بينا بقى نشوفوه وهو مفروض على الأرض. لا 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 مفيش هروب، لا لا مفيش هروب، لا لا مفيش هروب. قوموا كمان مرة. لا لا لا. بسم الله ما شاء الله. الفك افتح واقفل براحتك يا كبير. الله أكبر. على فكرة دي الودان، دي ودان التمساح برضو عشان نبقى فاهمين. وادي الودن التانية اهيت، البق من جوه، السنان، اتفرج بقى على تفاصيل التمساح. الله اكبر. رسمة ربنا اللي اتخلقت في التمساح زي ما هي، مفيش الوان صناعية، مفيش اي حاجة. احنا كده بنتكلم على تمساح 3 متر وبالسخاوة دي. التمساح سخي معانا. شايفين النقوشات؟ سبحان الله العظيم. مفيش اي مدبغي في العالم يقدر يطلع الرسومات اللي على ظهر التمساح دوت بالالوان. محدش يقدر يرسم خلق ربنا زي ما انتوا شايفين. بسم الله ما شاء الله. شايفين هنا يا جماعة؟ شايفين الرسمة دي عاملة ازاي؟ سبحان الله. اهوت زي ما انتوا شايفين، وكل رسمة على هرم من دول او على حرشوفة من دي غير الرسمة التانية نهائيا، مفيش واحدة شبه التانية خالص. بسم الله ما شاء الله. شايفين؟ يعني احنا لو ثبتنا ايدينا كده اهوت على 3 4 منهم هنلاقي ان التمساح دي غير دي غير دي، كل واحدة من دول ليها شكل معين ورسمة معينة ربنا سبحانه وتعالى خلقها عليها. بصوا هنا، تحفة تحفة، سبحان الله. شايفين؟ دي الايد بالمناسبة او الرجل من ورا،
برضو التمساح بتاعنا طري الى حد ما. ادي المخالب الطبيعية بتاعته، الله اكبر. وهنا برضو دي الرجل التانية بنفس تفاصيلها بنفس الوانها، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. نيجي بقى كده هننزل على الديل. سبحان الله، شايفين الرسومات اللي ربنا خلقها عليها؟ شايفين من الاول للاخر التمساح بتاعنا. تمساح من العمالقة اللي نجاح بلا حدود دبغتها على نفس وشكل ملمس التمساح، وكأنه حي لم يموت، وكأنه حي. بسم الله ما شاء الله. طبعا الرقبة ورا الدماغ برضو الحراشيف بتاعته. وعندنا بقى الدماغ بتاعتنا، والبق طري جدا يفتح ويقفل. يعني احنا لو سيبناه كده، بصوا كده، افتح واقفل براحتك، فاتح. واخدين بالكم حتى لو انا ما بقفلوش بايدي هو بيقفل بالتدريج. مفيش تمساح بيتدبغ او حتى كوبرا بتتدبغ بينفع ان احنا نفتح ونقفل في بق الزاحف بعد الدباغه. لا، احنا بقى بعد الدباغه افتح واقفل في بقه زي ما انت عايز، بالشكل الطبيعي، بالرسومات الطبيعيه زي ما انتم شايفين هنا. تمام. حتى العيون احنا يعني عايز اقول احنا ما بنحطش حتى بيل زي الناس اللي بتحط بره او كده. العيون دي احجار عقيق علشان بعد كده ما تقشرش ويبقى شكلها وحش، لان احنا بنتكلم على حته جلده نو اكسباير. بسم الله ما شاء الله، والله اكبر. بعد ما شفنا يا جماعة الدباغة الطبيعية وتفاصيلها، وهو طبعا بقى مفروض على الأرض، طبعا وكلنا شفنا الحجم بتاع التمساح بالألوان الطبيعية اللي ربنا خلقها عليه، بالرسومات الطبيعية اللي ربنا نقشها على ظهر التمساح. طبعا بعد الدباغة مفيش أي حاجة بتتغير مع نجاح بلا حدود. طبعا احنا الناس الوحيدة في العالم اللي بتعمل الشغل دوت، وعايز اقول ده فضل من عند ربنا سبحانه وتعالى، مش غرور. هو ربنا من علينا بالحاجة ديت، واحنا بنعمل الشغل الدباغة الجديد على شكل وملمس الزاحف الحقيقي وكأنه حي. طبعا وحشتوني جدا 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 جدا، وعايز اقول لكم اي حد عجبه الفيديو ما ينساش
لايك وسبسكرايب لو عجبك الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.